السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، واللي بيتكلم عن نظم الحشائش الحارة والمعتدلة والصحاري في إفريقيا. طبعا احنا اتكلمنا في الدرس الأول عن الغابات. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن الحشائش، وأول الحشائش اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها اللي هي الحشائش الحارة أو اللي بيطلق عليها السافانا. حشائش السافانا طبعا بتختلف في كثافتها وبتختلف في أطولها. هي عبارة عن نبات كثيف من الحشائش بتتداخل معها أشجار متنوعة، بتزداد كثافتها كلما اقتربنا من الغابات المدارية المطيرة. يعني معناها إن كل ما الأمطار بتزيد كل ما كثافتها بتزيد. طيب تعال نشوف بقى الموقع الجغرافي. قال لك بتوجد في شمال وجنوب وشرق الغابات المحيطة بالغابات المدارية المطيرة، يعني بتقع في شمال وجنوب وشرق الغابات المدارية. تقع في بيئة انتقالية بين الغابات المدارية المطيرة والصحاري الحر. طيب تعال نبدأ نشوف بقى الموقع الفلكي. تمتد ما بين 10 ل 18 شمال وجنوب دائرة الاستواء. يبقى تقع ما بين 10 و 18 شمال وجنوب دائرة الاستواء. طيب ايه الخصائص المناخية بتاعتها؟ قال لك في الصيف بترتفع بها درجات الحرارة. تمام. اما بالنسبه للسبب ان طبعا الفصل الصيف بترتفع فيها درجات الحراره، تمام، وتبقى اعلى من نظام الغابات المداريه المطيره بسبب انخفاض كثافه النباتات. طبعا انتوا عارفين ان الحشائش بتبقى في اطولها اقصر من الغابات، فطبيعي هتلاقي ان مستوى الأمطار أو مستوى الحرارة في المنطقة هيبقى متزايد، وبالتالي فهنلاحظ إن الحرارة في تلك المناطق بيبقى أعلى من الغابات المدارية بسبب طبعا كثافة النباتات. وبتسقط الأمطار الصيفية التي تختلف طبعا كميتها وفترة سقوطها من مكان لآخر. يعني طبعا الأمطار متفاوتة، وده بالطبيعي هيؤدي إلى تدرج حشائش السافانا في الأطوال. يعني بتلاقي في أماكن أطوالها طويلة أو متوسطة أو صغيرة، وده طبعا بيرجع على حسب كمية الأمطار. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجة تانية هتقابلنا اسمها المدى الحراري السنوي. طبعا احنا خدناها قبل كده. المدى الحراري السنوي هو الفرق بين درجات الحرارة على مستوى طبعا شهور السنة، إن في طبعا فصل الصيف وفي فصل الشتاء. طيب قال لك طبعا بالنسبة للشتاء في الحشائش السافانا بنلاقي إن درجة الحرارة في الطبيعي معتدلة، يعني بيبقى الجو جميل معتدل، على عكس الصيف بيبقى الجو فيه شديد الحرارة. أما بالنسبة بقى إيه هي النباتات اللي موجودة في تلك المناطق؟ عندنا في أنواع منها السافانا الغنية اللي هي بنسميها البستانية، اسمها السافانا الغنية، ودي توجد بالقرب من الغابات المدارية المطيرة، وهي بتبقى حشائشها طويلة بتتخللها أشجار زي أشجار الصمت. أما بالنسبة للسافانا المكشوفة وهي بتبقى حشائش طويلة ومتوسطة الطول وتقل بها الأشجار. أما بالنسبة للسافانا الفقيرة ودي توجد بالقرب من نظام الصحاري الحارة، وهي حشائش قصيرة الطول. أما بالنسبة للحيوانات فبيطلق عليها هناك الحيوانات الموجودة في حشائش السافانا بيطلق عليها حديقة حيوان طبيعي. ده معناها اللي بتعيش فيها حيوانات اللي هي بتاكل العشب زي الفيل الافريقي والغزلان والزراف ووحيد القرن والنعام والجاموس البري والحمار الوحشي. اما بالنسبه للحيوانات طبعا اكله اللحم زي الاسود والنمور والضباع، عشان كده بيطلق عليها حديقه حيوان طبيعيه. طيب التربه طبعا في تلك الحشائش بتبقى التربه تتسم باللون الأسود، وزي طبعا مدام باللون الأسود ليه طبعا غناها بالمكونات العضوية، وهي تصلح طبعا لزراعة الحبوب. طيب أي أهميتها بقى؟ طبعا
مهمة لأنها مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. إزاي يعني؟ بتربى فيها الماشية، والتي تعد ثروة حيوانية برية غنية، لأن فيها طبعا الحيوانات اللي بيحتاجها الإنسان اللي بيتغذى عليه، ولذلك فهي بتربى فيها الماشية، والتي تعد ثروة حيوانية برية غنية. وقال لك إن بيستغل نظام السافانا لإنتاج بعض المحاصيل، يعني بتنتج فيها بعض المحاصيل زي القطن والذرة والبن وقصب السكر. طيب إيه الأخطار التي تواجه نظام حشائش السفن؟ قال لك إن فيها طبعا أخطار بشرية، بتعرض لبعض الأخطار التي التي تواجهها أو التي يواجهها بعض الأنشطة البشرية، زي تجريف التربة، أو ده نشاط بشري بيأثر عليها، والرعي الجائر والصيد الجائر. يبقى احنا هنا عندنا ان البشر ليه اخطار على نظام حشائش السافانا. ازاي يعني؟ قال لك زي تجريف التربة والرعي الجائر والصيد الجائر وسوء إدارة أنشطة التعدين. أما بالنسبة للأخطار الطبيعية زي زيادة الأملاح في التربة، دي حاجة طبيعية إن التربة فيها الأملاح زيادة، أو تجريف التربة الطبيعية. طبعا ده بسبب إيه؟ بسبب سقوط الأمطار بغزارة في فصل الصيف، وبالتالي بيعرضها لموجات من الجفاف. وأيضا تعرض مساحات واسعة من الأراضي الإفريقية لموجة التصحر، وطبعا ده ترتب عليه إن تدهور التربة وموت النباتات. فدي طبعا كلها حاجات طبيعية، إن طبعا اتعرضت بعض أراضي الإفريقية لموجات التصحر، فده أدى إلى تدهور التربة وموت النباتات، بجانب برضو حدوث الفيضانات في بعض المناطق في القارة الإفريقية. فتأتي طبعا قارة إفريقيا في المرتبة الثانية من أكثر المناطق تضررا من الفيضانات في العالم. تعال بقى نتكلم عن نظام الحشائش المعتدلة، أو اللي نطلق عليها الاستبس. طبعا دي بتوجد في المناطق المعتدلة، وطبعا بتتميز طبعا باعتدال الجو على مدار السنة. بتوجد فين؟ بتوجد في شمال القارة، يعني ناحية غابات البحر المتوسط، أو ما بين غابات البحر المتوسط في الشمال وبين نظام الصحاري الحارة في الجنوب. طيب بالنسبة طبعا للنطاق أو الموقع الفلكي، هي تمتد بين دائرتي عرض 24 و 32 جنوبا، وتشغل مساحة صغيرة، يعني هي برضو بتوجد في مساحة صغيرة في إقليم الفيلد في دولتي جنوب إفريقيا ولاتسو. يعني بتوجد في جزء صغير من الجزء الجنوبي من قارة إفريقيا. إيه الخصائص بقى المناخية؟ عندنا طبعا في الصيف بيبقى درجات الحرارة بتعتدل بيها درجات الحرارة، وفي الشتاء بتنخفض بيها درجات الحرارة، وكثيرا ما تنخفض دون الصفر المئوي. طيب تسقط بها الأمطار بكميات قليلة، وبرضه بتتفاوت من مكان إلى آخر، وبالتالي لها تأثير كبير على الحياة النباتية وكذلك الحيوانية والبشرية. أما بالنسبة يا ولاد الأهم النباتات اللي فيها، طبعا زي عندنا الأشجار بتنمو بالقرب من الأنهار وعلى منحدرات الجبال. طبعا دي نتيجة سقوط الأمطار في الشتاء. أما بالنسبة للحشائش والأعشاب اللي بتنمو في معظم مناطق الاستبس، دي بتتلقى كميات أقل من الأمطار. طيب إيه أشهر الحيوانات اللي بتوجد بيها؟ طبعا بتتنوع، فيها مثلا حيوانات زي الغزلان والظبي والأرانب، ويوجد أيضا الطيور زي صقر الجديان اللي هو الإفريقي، وعندنا أعداد كبيرة من الأغنام والخيول. أما بالنسبة للتربة، بتبقى تربة طينية سوداء اللون، خصبة وغنية بالمواد العضوية والمعدنية، فطبعا هي صالحة للزراعة زي زراعة الحبوب الغذائية. طيب إيه أهمية حشائش الاستبس؟ طبعا حشائش الاستبس لها أهمية اقتصادية، إن هي تعد مراعي طبيعية لحيوانات الأغنام والماعز والخيل، وكذلك بتنتشر فيها حرفة الصيد بسبب كثرة عدد الحيوانات التي تعيش فيها. طيب إيه الأخطار التي تتعرض لها حشائش السبس؟ برضو في أخطار بشرية بسبب تركز أعداد كبيرة من السكان في تلك المناطق عشان بيشتغلوا بحرفتي الزراعة والرعي، وبالتالي تحولت مساحات كبيرة
من الاستبس إلى أراضي زراعية. يعني السكان اللي عايشين هناك بدأوا يشيلوا مساحات كبيرة من الاستبس عشان يزرعوا عليها، بجانب طبعا التربية التجارية للأغنام والماشية التي بدأت تقضي على تلك الحشائش. وبالتالي نتيجة تلك الأنشطة البشرية حصل نوع من أنواع التغيرات الطبيعية، زي مثلا تغيرات في التنوع الحيوي. طبعا الحيوانات هناك هتبدأ تنقرض، انقراض العديد من أنواع الحيوانات، تدهور التربة. ما هو ده بسبب إيه؟ بسبب سوء استخدام البشري لتلك الحشائش المعتدلة. وفي برضو أخطار طبيعية زي تعرضها للحرائق، بس دي على فترات طبعا مش دايما. يعني في فترة الصيف لما بترتفع درجات الحرارة ممكن بتؤدي إلى حدوث الحرائق. دي بالنسبة للأخطار الطبيعية. وإلى هنا سنتوقف ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس. معكم مستر أسامة النبي.